ونشدوا ما شئتم من قوات، وأجلبوا بخيلكم ورجلكم برا وبحرا وجوا، فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم، ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا، وليس لكم منا إلا السيف والنار. أين اختفى أبو عبيدة؟ هل حقا استشهد؟ هل تم اعتقاله؟ أم أنه يعد العدة لمفاجأة العدو الصهيوني؟ الإجابة عن هذا السؤال وأكثر في سياق الفيديو، نتمنى دعمكم. أبو عبيدة أو الملقب بالملثم، وهو الناطق الرسمي باسم كتائب لقسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس. يعتبر الناطق الرسمي لكتائب لقسام شخصيه مفضله لدي الكثير من الأحرار حول العالم لما يتمتع به من فصاحة في الحديث، وتعتبر تصريحات أبو عبيدة هي أصدق الروايات التي تروي وتحكي ما يحدث في إرض المعركة بين قوات الاحتلال وأبطال المقاومة. وينتظر العديد من الأشخاص حول العالم دائما سماع الخطاب المعهود من أبو عبيدة لمعرفة آخر تطورات المقاومة وسير عمليات المجاهدين على أرض الميدان في قطاع غزة. وعلى فترات متفاوتة يظهر أبو عبيده على شاشات التلفزيون ليطلع الناس على حقيقة ما يدور في أرض المعركة، وكشف كذب وزيف الإعلام الصهيوني الذي كعادته يكذب ويغير الحقائق لصالحه. ويعتبر خطاب أبو عبيده المصدر الأكثر وثوقا ووضحه لما يحدث، لذلك فإن غياب أو تأخر أبو عبيدة عن الظهور يجعل الكثير من الناس في البحث عن سبب غيابه اشتياقا لسماع الأخبار الموثوقة ومزلزله للكيان الصهيوني. ولذلك سوف نعرف عدة أسباب عن عدم ظهور أبو عبيده وسبب اختفائها عن الشاشة منذ خطابه الأخير، وهي عدة أسباب لعل أحدها يكون السبب الأكيد في غيابه. السبب الأول هو أن الظروف على الميدان قد تصعب من ظهور أبو عبيده، كما نعرف أن أبو عبيده أحد القادة في المعارك، ولا تقتصر مهامه فقط كمتحدث رسمي، فهو يخوض المعارك لجانبه رفاقه من المقاومين الأبطال، وحارب لن تكون الفرصة متيحه للظهور في كل أوقات. السبب الثاني قد لا تكون هناك أمور ضرورية للظهور والتحدث أكثر من خوض المعارك ضد قوات الاحتلال، وهذا يعني أن أبو عبيده لا يحتاج إلى ظهور تكذيب اليهود، أو لا يوجد تطورات ميدانية أو سياسة تستدعي ظهور أبو عبيدة خلال هذه الفترة. السبب الأخير وهو ما لا نتمناه هو لنكون صرحاء أن الموت حق على كل إنسان، وبسبب شدة الحرب والقصف العشوائي والهمجي البربري لقوات الاحتلال قد يكون أبو عبيده تعرض للقصف أو إطلاق الرصاص في إحدى معارك الشرف وحصل على لقب الشاهدة. بكل صراحة ديكون سبب في اختفائه، ولكن نستبعد هذا الاحتمال، ذلك لان مسلمة أعلن عن ذلك استشهاده في أي من المعارك. لذلك نحب أن نطمئنكم أن احتمالية استشهاد أبو عبيده أو اعتقالة بعيدة جدا، كما نتوقع أن يظهر المسلم والناطق الفعلي باسم كل الأحرار والمناضلين في العالم والذين يشتقون وينتظرون خطاب أبو عبيده بشكل كبير جدا. في نهاية الفيديو لا تنسوا أهل فلسطين من صالح دعائكم وأن يثبت أقدام المقاومين ويكتب لهم النصر والتمكين، اللهم آمين.